الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نتكلم حول بداية إجراءات سيدنا أبا بكر رضي الله عنه في العمل بعدما بويع بالخلافة، لنرى أول أمر قام به في الأمور التنظيمية الداخلية. سنرى ماذا قام به هذا الأمر إن شاء الله. ولكن قبل كل شيء اعلموا، في السابق تنظيمات الدولة لم يكن متطورا مثل هذا الزمان. اليوم في وزارات، نائب الوزير، محافظ، نائب المحافظ، وأمور مثل هذا. ولكن في السابق هذه التنظيمات وهذه المنظمات وهذه الوظائف لم يكن موجودة. فلنعلم هذا، يعني لا تتوقع أن يكون النظام مثل هذا: الرئيس، نائب الرئيس، الوزير، الداخلية، خارجية، المالية، اقتصادية، رياضية. لا، الدولة كان مؤسسات الدولة كانت بسيطة جدا. تصوروا هذا، وبعد ذلك سنمشي إن شاء الله. برايت عزيز إيرو هم بحثا دسبيكا كارو خباتا حضرت أبو بكر بكن خديجة رازيك بو خليفة حفتا چين ما بحثا خليفتي كر سيستم أوقات داينه تشتي عول كخليفة كي بو مازن دولته تشتي عول كر چكر. أما أنا بحثا يبكن اوان تشتم تبت بیجن نکوش بونه ام زمان خود در باز کن تاریخ خویا اسلام بزن من اف تاریخ وی دینه هانه چوا هیدی هاتی آوا کرن. یعنی تاریخ اسلام وکنا بینایی کی آوای کی عماره، یعنی بینایی کی بین برچاو خو کبر بکبر حتی تی آوا کن رو. یعنی تشتی کوی وقتی ابو بکر صدیق کر ایرو تی بیجی اوانا گندی بون وانا نظام بون، نه گندی و نظام نبون. وی وقتی زمان وهابو، یعنی 1405 سال بره 40 سال بره آنجا اوان تشتا دولت ده هبون. ایجا حضرت ابو بکر پشتێک بو خلیفه دست پیک عول کر کار ناوا دولته، کار ناوا خوب کردید به ناوا خو، یعنی بدون ایچ اشلری کار ناوا خو چوات کار دولت ارگانیزه کر از چه بکم تملی کش دولت خویا عول رادانی. ایجا وی تشتیج بیر ما نکن 1400 سال بره او ایرو سیستم دولت نو که هبه ایرو بکرمانجی خو جارم ببیجن وزیر به عربی هات، یعنی معنا باقان کب ترکیه مجرد بیجن مینستر نرویجی. وی وقتی او قصات نبون انا تدید بیجی والی محافظ، یعنی دبی قای مقام، دبیجن مختار، دبی عزای مختار، عزای بلدیه. ور حاصل تشتی که آنا هنه وی وقتی دولت دات نبون. وقتی که ام بحث دولت دکن شکل ایرو نین برچعبه خو، یعنی ای والله ابو بکر بو خلیفه ای کار در وکیت کر، کار اندر کیت کر، منستر سیپور کی بو، منستر اکونومی کی بو، او قط نبون. یعنی دولت وکینا ایرو مدرن نبو، او وکینو کار دولت پرچه نبون. ایرو مثلا دولت کی وکا نرویج بلکی میلیون کی انسان کش دولت معاش تسین نه میلیون کی او قسکای ها. اما توی وقتی حساب کی بلکی صد حبت نبون ایکش دولت معاش سان، هر کسی کار خود کر، عیش خود کر. یعنی في شكل يعني بين برشعب خود دولت بحال خوی راحتی سفکایی. مثلا 30 سال بری 40 سال بری 50 سال بری لگنده و مال و چابون وی بین عقل خود نه مال آنا. وی وقت تکنولوژی تنبو، تلفن تنبو، نوصل تنبون ایرو تلفن و وان تلفن آنا جی نه تلفن بنا تلفن با عقل. 30 سال بری تلفن بری که ودا چابون یک اوقا بو، نوکیا بو، موتورولا کی بو، رقو پیل نمارات کرد. بریا و یک هاتن گنده و ها باد دان نوصل وان که بون. یعنی تکنولوژی پیش داد چو، یعنی حال دولت حال 1400 سال دولت که راحت و سوک تدا وکینو هزار درد و کل تدا تنانه. یعنی بوی تشتهانه بفکرم به شکل کی سوک دولت هات اداره کردن. اما انا تماشا کن تشتی عول کو حضرت ابو بکر تمل دولت دا آوت چو شکر عولی دست بشکر. يعني اما انا يمكن ما قام به أبا بكر رضي الله عنه في بداية الأمور تنظيم الداخلية. سنتكلم أمور لتنظيم الداخلي لأمر الدولة. عين وزيرين، وزير للمالية يقوم بتنظيم أمر الدولة المالي، وهذا شيء مهم جدا. مثلا في دولة مثل النرويجية حينما تؤسس مؤسسة بسيطة، يعني يقول من هو المسؤول عن الأمور المالية بهذا الشكل الذي يقوم بتنظيم الأمر المالي. فأبا بكر رضي الله عنه عين رجلا قال المسؤول أنت مسؤول عن المالية. لم يقل كل شيء بيدي، أنت وزير المالية. والوزير المالية هو أبا عبيدة عمرو بن الجراح الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، فهو أصبح وزير المالية، هو الذي يدير ما يأتي وما يذهب، ما يتصرف، ما يجمع.
من الأمور التي يأتي إلى خزينة الدولة، هو وزير المالية. أبو بكر الصديق بري هرتشتي نوكي ناهيكي سروك دولتي أنا هرتش دستي مدا أز دكم دفروشم نا كار دولتي بلا كرباري خو خاص بك بك يك جياكيرا قوت بربرس أذي أكونومية بزمان أنا جراد بيجن أكونومي منسترم جرا وساكنه بيجن يعني عربي بيجن وزير مالية بتركيا بمالية باقانية مجرا بيجن وزير وان صحابي كي جوان صحابي كزوب مسلمان وبيغمبر عليه الصلاة والسلام جرا قوت أمين في أمته هاني إنسان كي أمين صحابه كي بقدر قيمة عمر نابي جرا من أبو عبيدة قوت برفرس مالية مي بري كتي حساب تبدي من تنوت بگری جکوچ قاسا زکات هات جکوچ قا پره هات ما وی پره دا کی ما چوا کر ت اویا کارته بیت المال جرات گوتن بری انا بجن وزير الماليه وقت ماليه نبو بيت المال بو بيت معناه مال يعني مال بره مسلمانات كتك ايوك انا پره کرون و بجن پره الکترونیک پره تنبو یا گنم دهات یا خرمه دهات تشتي وك نادر كزيره كيباته يعني اجراج مالك لازمه حساب بانك لازمه كو انا تبري ملتت كي كونتو يواني وقت كونتو تنبو برا بود ها بدستا برا ددا بدسته خو برا بر مال خو ابو عبيده حضرت ابو بكر جو كاري برا دسته تدا باري خو سبقت كاش بون هر انسان كي گزان به كاري الدوله ده هي كارو خباته كي بك ثانيا عين وزيرا اخر ونحن نسميه وزير العدل الذي يقوم بشؤون القضائيه وسلمه لسيدنا سيدنا عمر رضي الله عنه ووزير البريد والمواصلات الذي يسجل مواصلات الدولة ما يأتي إلى الخليفة من الرسائل وما يذهب إلى الولاة والمسؤولين في سائر محافظات الدولة نسميه وزير البريد. وكان أحدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشخص آخر اسمه زيد بن ثابت يعني عين رجلين وكان هناك كذلك من يقوم بترتيب مثل هذه الأمور. إذا عين ثلاثة أشخاص ثلاث مؤسسات وزير المالية وزير العدل حتى يحكم بين الناس وكذلك وزير الذي يسجل ما يذهب من الخليفة إلى الولاة وإلى المسؤولين وما يأتي إليه ثلاثة من الوزراء. دحب دنجي حضرتي أبو بكر وظيفة داوان يك كوتن وزير تركيا بجن عدالة داد كردي داده يعني وزير داده چمکی دولت کی تبخواز نخوازی تدا شر چه دبه لفقاستن چه دبه حق و حقوق چه دبن دحب انسان تن محکمه کی تشتکی دبن حضرت ابو بکر حضرت عمر گوت بر پرس محکمه عدالت ما دست تدایه زید کره ثابت صحابه کی گنجه و حضرت علی جگو وجی نفساندن دست ودایه مکتوب خلیفه شینن مکتوب کیفنن ابي عشق و محبتن نکات شینم مکتوب قرار دولتنا انویا چه بکن چه نکن تو ورا مزنه دولت توی کاری داره بکه یعنی فرمانه که بناو خلیفه بناو دولت تن نفساندن و اوه کش خلیفه را تنه که بنفسینن لورا نفساندن راجع عاقل لازمه هر کس نکاره بنفسینه یعنی اوه که بنفسینه بره نفساندن هبون بشفره نفساندن هر کسی فهمت کری یعنی هر کسی فهمت کری افچنه جویر عاقل لازمه زانبون لازمه اوجي تسليم دحب صحابيه كد يك حضرت علي يك زيد كري ثابت جو كار دولت ددس ودون مكتوب خليفه بنفسين ونورج خليفه را بجنيا خليفه ام اواكن مكتوب كده نفسين جبي والي هانيرا جبي باجار هانيرا ياجي مكتوبه كياتيه ون مكتوب بقرن ورج خليفه را بجن وتشتكي واكنو تشبيه كي مكتوبه كلمه شانديه دردكي واهيه فتواكي واكنو برسكريك كي هبيه بفي شكل حضرت ابو بكر اولا وان انسان يعني وظيفه كي داوان جبرام چه فهمت كن كار دولتوي وقته وكا ايرو جامي كي جامي ما اوروبا 4000 مدام اندام مهنه عين وكاوي يك رب ماسن يك جكار ماليه ايكونومي تماشكه يك تكليا نوا ملت رابا بدا بستينه يعني شخص كي جو هما از مازنه دولته واز برد دست مده وحكم دست مده وقرار دست مده وفرمان دست مده لا ابيات تشتكي اسلامينه ابيات داويوي ديكتاتوريه مثلا ايران كي دولت ما مسلمانه او كيوان هنت جوانا بجن چه پادشاه قراله يعني بكرمانجي راد پاشا و پادشاه كي بوك جوكنا فرعون كي بابي حفصه كي درخه بربده كيف تشتي هاندكن نا ابيات سيستم كا اسلامي نه سيستم اسلامي تكار و وظيفه خو الملت بلاكي
كان حب آلي كاري تقرأها بن باري تسفك بيانه. كذلك عين رجلين، ربما أحيانا يكون هذا الرجل مستشار للدولة، وكذلك يكون له سلطة أخرى، وظيفة أو مسؤول أو وزير، حتى يكونوا مستشارين. الخليفة أو الذي يدير الدولة المؤسسة يحتاج أحيانا أن يأخذ الأفكار من بعض الأشخاص. ما رأيك في هذا الأمر؟ الاستبداد في الأمر في الرأي شيء لا يقبل الإسلام. الرسول الذي كان مؤيدا بالوحي كان له مستشارين، وكان يستشير الصحابة وشاورهم في الأمر. هذا هو الأمر الإلهي. فالرسول مع عصمته الله أمره بأن يستشير الصحابة، فما بالك بأشخاص ليسوا أنبياء ولا مرسلين ولا يأتيهم الوحي وتولوا قيادة الأمة؟ هل سيقوم برأيهم ويجبر رأيهم على الناس، أم سيستشيروا؟ طبعا الذي يليق بهم أن يستشيروا. وأبا بكر عين أشخاص حتى يستشيرهم في الرأي. ما رأيكم في الأمر الفلاني، في القرار الفلاني، في المشروع الفلاني؟ وعلى رأس المستشارين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، كانوا من كبار مستشاريه رضي الله عن الجميع. تشتكي دنيا حضرة أبو بكر كير مستشار وزانه كنا مستشار اوی کتبوان شیوری بکردی جام بیشن شیورمن جی بلکی شیور عربی هات وستام نزانم اللي اوی کتبوان شیوری تا چیه بزان بنت هر تشتکی دا قاوا یک بو مزن او گو همه هر تشتی ازانم هر قراری از ددم بو دیکتاتوری. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دقال کو پیغمبر خدایه، دقال کو حضرت جبرائیل پیرای، دقال کو خدای عز وجل جهر كيماني ويد باريزه خدي امرت كرد جو بشيوره فكره وان بستينه قاد بيجن تشترى. طبعا شيوره بيغمبر حاشا نت حلال وحرام دايه انبياء حرام بكن ان حلال كن اونا لي قرارك يدن امريكي بكن مزقفتك ابا بكن نهار حربك بكن ام بكن اوانا بيغمبر عليه الصلاه والسلام دغو فكره وشي جمرا بيجن دبري حربادا دغو اشيروا عليا فكره خو بيجن جمرا از ناخذ مهر قراري از بدم دقال بيغمبر وحي جراته كيماني ويتنن فقط جبونه ببا درس جبونه ما ام نبت ديكتاتوري انا پیغمبر وی وقتی صحابیه پرست کرد و جارنا نه قرار هبون پیغمبر دادا علیه الصلاة والسلام كيف هاجر ندهاد ليه تقول مادام واتفق قوتين في تشتي بكن زي بكم يعني اما فكره من ابا مثلا مثال تبيراوه ده حرب احد ده پیغمبر نخواست درکوه نوسایه گو ام مکه دا مدینه دا ببینید ده ها چطوره فقط اغلبی يعني ابي زيده گو ام درکوون یهادم درکوون قرار درکت ندا پشت پیغمبر گو ام درکوون اجا او پشتمان بون و یا پیغمبر ولا سانکی متا مجبور کرد ام تبیجی چه برای وقت گو نه خلاص مجاره کی قرار دایه و گوتیا درکوون پیغمبر خدا کو جلی حرب الخو که در ناقه حتی کو مسئله صافی نبه هذا مهرن يعني بشكل هاني اجا ابو بكر صديق خديجه رازي نه پیغمبره حضرت محمد قال پیغمبر خدا امر کرد گو بشه ور صحابي اجوانه به درس مرام فهم بكن مساله چیه ابو بكر جي بسر خو في قرار نداد گو يا دولته كز دوله اسلامي ادارتكم انسان مازن وخصوصا دحب صحابي مازن هبون صحابه تفقد قيمتهم هناك جوان تجربه وان هذا تربون حضرت عمر وحضرت علي اوانا مستشاری وی مازن بون شیورمن دیوی بون برسکید کرد تشتکید کرد جواب کن وند بی چجمرا ام هرم نچن جا فکر وچیه يعني جانا بوانا خبر دا و قراره کی ناف خودت ساندن اوی علامت مازناتیه مازن دولته گاوا سوال بکه علامت مازن بونه لگاوا کو پرسنکه او مازنه هانه داوید و دیکتاتور که بود دیکتاتور رب العالمین رحمه المبکه خیر دولتك داتنه دولتك ديكتاتور تذهبن خير ذاتنا. أمر آخر قام به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عين الولاة على البلدان. مثلا تصور مكة محافظة بلد منطقة الفلانية بلد منطقة الفلانية بلد فعلى كل بلد على كل محافظة بالتعبير اليوم محافظة عين محافظا. الأول كان يقول ولاة يتولى الأمر الآن نسميه الوالي أو المحافظ يعني عين الولاة على البلدان ما عدا مدينة المدينة هو والي عليه والخليفة ولكن أماكن أخرى لابد أن يكون هناك من ينوب الخليفة في إدارة أمر هذا البلد. فأنت حينما تعين الولاة أو المحافظين تخفف أمر رئيس الدولة وهؤلاء كذلك منهجهم ومنهج الخليفة نفس الشيء القانون هو نفس القانون الدستور نفس الدستور.
فإذا الوالي أو المحافظ يحترم القانون ورئيس الدولة يحترم القانون لا يحصل بين الطرفين مشكلة، لأن القانون نفس الشيء، فقط وظيفتهم يطبقوا القانون. فعين سيدنا أبا بكر الولاة على البلدان الداخلية التي تحت حماية المسلمين، وسنقول ما وظيفة الولاة في ولايتهم. تشتكي دني حضرت أبو بكر كر والي ديار كر والي إيرو أمش دبيجن والي بزمان عربي دبيجن محافظ بري نه محافظ بو والي جرب عربية خويات نود بين والي بكردية ما جم دبيجن والي محافظ يعني أبي كوب باجارك إدارتك أبي معنوي طبعا معنوي حكمة والية شيء هناك إنسان جرى آليكارية مازنة دولته بكن مازنة دولته مثلا بين دولته كي يكون نفوسها 10 مليون 20 حب باجارا مثال 20 حب باجارا ليه هر باجارك الجيكي هر باجارك 500,000 ل 20 حب باجارا اف مازنه دولت چه زانه الباجار دنه چه هيا نزانه گره یکی کو آلیکاریای بکه بناو خلیفه بناو مازنه دولت بری مدگو خلیفه میرو بین سروک وزیر امیرو بجن سروک کومار یعنی باش بقان و جمهور باشخانه زمان ترکیه بین سروک کومار هم بجن یک لازمه بناوی دولت اداره بکلوه انا کام بجن محافظ یعنی والی دولتکی یا جید قضایا دا چه هدوی قائم مقام يعني أبي كنت شو ناوي دارات يعني قائم مقام كلمة عربية نه تركيا بين قائم مقام تركي جننا يعني قائم مقامه أبي كنت جيوي دا لا أبي فيكاري يعني حضرت أبو بكر وان باجار كود بي وقت دا بن دست مسلمان دابون هر باجار كي جو توالي وان إنسان أذكر والي أما أنا بيجن كا إنسان أشوا أذكر والي ووظيفة والي كي دي إسلام دا شيء أما أنا ويجي بيجن لورا كوالي چنه بنت وکی چاوی وان خلیفه مازنه دولته یا مازنه دولته خب که چند پرچه نوصاه خب که چند پرچه فقیرو يعني دولته کی حساب که نفوسها 20 مليون 30 مليون يجي دها ماستر مازنه دولته والله حاشا نبي خدا کی کو های وجهر تشتی هبه يعني آنجا گنده خوزان و بازار خوزان ملی بازار دینه چه زانه بازار 1000 کیلومتر دوره چه زانه بده چه بیکی دارد که جبروی لازم هناك إنسان جي خليفة بكرن وظيفة خليفة بكن باجار لوي بناو دولة إدارة بكن ليتشتكي دي جبير وانكن قرار قانون دولة تشبه خليفة ووالي شكون ويداجو عيني تشتا يعني قانونك حضرت أبو بكر في إدارة كر قانونك والي مكة بك عيني قانونه أو جي شريعة إسلامي أو شريعة إسلامي يعني ده بروبلم چه نابه هاويا جانبن بروبلم كي نابرا خليفة او نابرا إدنه ده چه نابه قانون عيني قانونه بفي شكل دولة ددان إدارة كرن لقابا كو خليفة بيجا قانون من أفا والي بيجا نولا أز والي ما قانون من أفا چه نابه وأمي بخير بخوين درس هاتي ده كو جانا والي تشتكي تكر شكاية والي تكرن شكاية والي جم خليفة تكرن خليفة قوة في تشتكي شاشة يعني كرات فيانكي قانون شريعة وانا بجت تدفرتا كيماني كي كريه تمام تقول من قبول كلمة كيماني كي كريه شكاية والي الجم خليفة هات كرن خصوصا وقت حضرت عمر ده فرمان وان رات كري يعني بخير خدا عمر مدريش كأمي وان جبيجن كو دولة شواد كارل بيا بسيقنا قاوا اف كسي كبناوي دولة إدارة كن عادل بن أمين بن أو بخو حساب دولته فقير وكامي هاي بدن اما قاوا كو والي ووزير وان حكم ندق وام تشبكن سربستن كسكي حسابش ما نخوازه والله زحمته مثلا ايرو دولته دا قانونك هي نا عدالته اللي كنا قانون دبي وزير حتى بارلمانتر جي تشبكن سربستن وزير كسكي نكره محكمه لوان بك الا جرى بمحكمه مازن حتى اذن وان بدا وبالمحكمه اجاره محكمه مازن جي اذن وان ناده والحاصل كابرا تشبكه جراد منه. طيب وظيفة الولاة في عهد أبا بكر رضي الله عنه أولا إقامة الصلاة أي تنظيم الصلاة والجمع والخطب. أولا الخطيب خصوصا في المحافظة الوالي وكان يخطب. ولاة اليوم ربما لا يعرفون أن يصلوا ولكن في السابق طبعا كانوا أهلا للولاية كانوا يخطبون يطلع على المنبر ويخطب للناس يبين لهم ربما منهج الدولة ربما المشروع الذي عليه أو ربما يوجههم إلى الجهاد أو أمر آخر ولكن الوالي كان يخطب في المسلمين في السابق أما اليوم لا يذهب إلى الصلاة ولا يصلي فعلينا السلام يعني هذا أولا. وظيفة والي شيء وظيفة عول والي لبيشيا ملتي جمعة لما يشكر بينش فرضا نذكر بلكي جماعتي ببنا إمام فقد جمعة دا
والي خطبه خواند والي بي وقته خطبات خواندن جاهل نبون وكانا بي ایمان نبون زانا بون قرآن خواندن زانا بون اوان هبو عالم بون درکت سر خطبه دا او رو چه لازم بون اوی جوانات گوتن جهاد به حج به عمره به زکات به صلح به شر به چه به خطیب والی بود راد بو خطبه خواند يعني جاهل مالک ند خواندن لو ما امام حنیفی خدا رحمه الله کرده به یک شرط جمعی جگره والی را به خطبه عول بخاینه يعني باجار دا والی دولت گره را خطبه بخاینه نخوش به تشتکی به نکار به هر جکی را به تو وکیل متیار خطبه بخاینی گاوا خطبه والی نچو کیمانی کیت که که يعني کیمانی کیت که لو ما هناك امام دبي ام تام صادي صار حنيفينا كو صادي صار فكره امام حنيفي دبي اگر كوالي نچل مش ابي ناچ دبي دا هي تم كي امام حنيفي نكش بوني امنا چن جامع بوني والي مجبور هر جامع بوني وي دبي هر غره امام خطبه جو بخاينه والله والي انا بريم به دسمجن شكون يعني دسمه دوانتنا يعني فين كي جون بالكي خدای ورا رحمه ایمان ماجي كيم به ور حاصل یک خطيب خطبه خوان و خطبه شي وكان نكترابي تشتكي فالا بخيني خطيب رادبه او رو روجه معنى قندم يعني تشج مره لازمه او رو خطبه يد خوينه يعني خطبه جرم خطبه بحثا حقوق عدالته وكافيه ظلمكي نحقيقي جهادكي تشبه خطيبي خطبان تخوان يك الامر الثاني كان ينظم امر الجهاد والجيوش وظيفه الوالي نذهب الى الجبهه الفلانيه ونغير الخطه الفلانيه كذلك إدارة البلدان الجديدة حينما يفتح بلدا جديدا من هذا الوالي كذلك هذا الوالي قبل أن يصل الخبر إلى الخليفة وماذا نفعل هو كان يقوم بإدارة أمر هذه المنطقة إلى أن يأتيه أمر جديد من الخليفة ربما يوليه كذلك المنطقة الجديدة أو يقول عين رجلا آخر الذي تسيق به حتى يدير أمر الدولة وكذلك وظيفة الوالي جمع الزكاة والتبرعات والصدقات وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والأمر المهم ربما من الجميع يعلم الناس أمر الدين وظيفة الوالي يعلم أو يعين الأشخاص معلمين مدرسين حتى يذهبوا إلى القرى إلى البلدان إلى الأماكن أخرى ويعلم الناس أمر الدين هذا كذلك من أساسيات أمر الوالي الذي كان يتولى أمر المسلمين أما اليوم فلا يهمه شيء من هذا الأمر يقول لا يهمني أهم شيء هو الأمر يكون منظم وخلاص والباقي لا يهم أصبح مؤمن كافر دخل في الإسلام خرج من الإسلام لا يهمني وكذلك كان من أمر الوالي تطبيق الحدود الشرعية يعني إذا يحتاج الأمر يجعل أحد في السجن يعطيه العقوبة يأخذ من المال بأمر مثل هذا يعني تطبيق الأحكام الشرعية هذا كذلك من وظائف الوالي في عهد أبا بكر رضي الله عنه تشتكي دني ووالي تذكر أورغانيزا عسكرية إسلامية تذكر وظيفة والي أبا يعني نشرت هردم ما خليفة جرى تلفون كي بشنا درابة روني هارا ورا نا والية جرزان به أدفي حدود هاني دام مثال أدفي حدود دام أم تشتكي جوارا بيجن أبي كونش كردستان هاتنا أم بيجن زاخو لویالی کی جاهه چمچمال هه کلار هه مثال حدود ویالی بنی هر کی دوره بلکه و 500 کیلومتر هه نابروان 700 کیلومتر ایروجنا 1000 سال بری بین عقل خو 1000 سال بری يعني خليفه لمبيجن لسليمانيه سكنات يجي الهوليره مازن دولته لذا خو تشتكي جيبو حتى امر ورج والي را خليفه را يعني حتى خليفه هره و مال خلقي خرابو يعني سيرو زمان کی در باست به والي يجي محافظ يجي قايم مقام زاخو ابي شونزانه قانون دولته چیه لوی گوره کارو خبات خود که حتی خبرش خلیفه را چه خلیفه خبرته يعني ابي وظيفه وي ابي کار انا اورگانيزه بك یک امر عسكر ابي دو وان باجار كنوت كفن نوا اسلام دبن مسلمان حتى فرمانكش خليفته اوجد من كنترول في والي دانا اورگانيزه وانت که سيستم وان دا اداره کرن کار کیدن مسألة اقتصادية وان تدي زكاة دستيني زكاة بلاد كي تشمشت ضريبة مريبة فيرجي وان اواناجي وظيفة في والي هانينا او جرا اورغانيزا واناجي بك ياجي او بتانا نكش دبت ت بربرسي براي ت ابي في تشتهاني او جي وكا خليفة كي بتشوك دي باجار هاني داتك وحدود دولات حدود معناوي مسألة شرعية يعني او قانون شريعة تطبيقتك مثلا شريعتي قولا فلان كاستا تقاتلي تدي حب انسان كشتيه جزايته غرم تبوكجن ابو ولي غير اورغانيزر كجزا بدك يا حبسه متكن حبسه
تسر يكيش كان دم برشت بستين تا بيشة يكيش كان دم يوقع برشت بستين مسألة وكافيا والد كر تشتكي دنيجي كارو خبات ديني يعني جامعه بداوا كرن مدرسه بداوا كرن درس اسلام جوان را بيجه اوك بونه مسلمان تبوي مسلمان کا گرم دین خودش ترا بيجن يعني بانتا وظيفه والینه چوک پیغمبر علیه الصلاة و السلام جه کدبور مسلمان پیغمبر هنه چند گو هر اسلام جوان را بيجن دین خودش جوان را بيجن اویاجی وظیفه والیه مزنه دولت او بکر دگوته اسلام جوان را بيجي کیکت اسلام برازان به اسلام چیه جاهل نمینه نزان نمینه مثلا اف مثلا فيربونا اسلامي د سالش پارا دا ام بيجن خليفه دني وی كيمانيا هنه كرن دولت دكرن دستي خو هم عالما نتشان كنجوارا اسلامي بيجا انسان هنه جاهل و نظام دمان يعني عدا وانت كت نوا مسلمانه فقط دلوان ند كت نوا دست مسلمانه لورا جاهل و نظام و نظام و لمش روجي چه عبادت چه اما ابو بكر دگونا وظيفه والي اوا تهنك انسان بشيني برا دين خده جوان انسان هانه را بيجن يعني ابياجي وظيفه ابو بكر الصديق و ياجي خليفه بو كجوالي را بيجا والي جيبو كار خبات هانت ك طبعا يعني مختصر الامر الوالي يمكننا ان نقول هو خليفه صغير يعني بهذا الامر خليفه مسؤول عن منطقه صغيره وظيفه الخليفه كذلك وظيفته ان يقوم ولكن ضمن حدود الكبير حدود الدولة الإسلامية هذا وظيفته أن يقوم به طبعا أبا بكر رضي الله عنه كان يعطيهم بعض الصلاحيات ولكن هناك أحيانا يحتاج الأمر أن يستشير الخليفة هذا شيء آخر ولكن كان يقول أمور اليومية عليكم أن تقوموا بإدارة الدولة لا يحتاج أن تسألوني كل كبيرة وصغيرة أعمل فلان ما أعمل فلان أفتح الباب أسكر الباب أذبح الخروف ما أذبح الخروف هذا لا ينفع كان يعطيهم الصلاحية يقول عليكم أن تديروا الدولة ولا يحتاج أن تعودوا إليه في كل كبيرة وصغيرة إذا يأتوا إليه في كل كبيرة وصغيرة يذهب الأمر وعلينا السلام أحيانا مثلا هناك عدو يحب الوالي هل نغير عليهم نكسر شوكتهم أم ننتظر أمر من الخليفة لو ننتظر الأمر من الخليفة لغاية ما يأتي الأمر من الخليفة الجماعة إما يهاجموا على المسلمين أو يفروا والمسلمون يخسرون في كلا الحالين على كل أبا بكر كان يعطيهم صلاحية ولكن صلاحيات من حقهم وهناك أمور عليهم أن يعودوا إلى الخليفة ويستشيروا معه أم كرتاي بيجن خليفة والي تشبو خليفة كيبتشوك خليفة ليبتشوك حضرت أبو بكر سيستم قوية خوش هبو جواليا رادقو وين دولة إدارة بكن نشرت و هردم تلفون ممكن تلفون تنبو مثال ادبشم هردم خبر از وی دریه وکم وی دریه بگرم مثال از وی برخه هانه سری جیکم ام جه نکن اوی فقیر هانه از زکات 5 کاغدا بدمه ده بدمه که نه دگو هرتش پرس نکن وين ده چتر زانه و نوا دولت دانه ون حال ملت زانن و فقیرات زانن محتاج زانن نخوشات زانن کما شکن چوا باشه هردم تلفونم نکن هردم خبرش من نخوازن دولت خوب دن اداره کردن هردم هم جار کی خلیفه هم جواب کن یا سیستم ابو بکر الصدیق ابو يعني وقت انا شكون تلفون تنبون جار هي خليفه يجي والي لازمه قرارك يبدا او قرار برا دس حتى دا قربده دا ندا او فرصه دس ينامينه اذا هذا جمكي حتى خبرك بشنا مدينه 500 كيلومتر انا ها بحسبت هاري وريت درو ده هاري درو ده وريت كچار روش ولو فرصه انا تشه مجبور قرابي خليفي والي قرارك يبدا يجي ابو بكر تقول هردم تلفون امنك تلفون تنب مثال هردم تشتاج مرا نبيجن وند زانه وظيفه وشي كار خو بكن لينكي تشتي برمي مانا بشورن از جوارا فكره خو بيجم بفي شكل هاني امي كارو خباطه خو بكن وفي الاخير كان له منهج في تعيين الولاة او المحافظين اولا كان يتكلم معه الذي يحب ان يجعله والي يتكلم يستشير يا اخي اذا جعلوك والي ايه رايك تقبل ما تقبل أنت مستعد ولا مش مستعد زوجتك تقبل ولا ما تقبل أبوك أمك أسرتك أنت ضعيف ولا لا عندك مشاكل شخصية ولا ما في كان يستشيرهم لا يأتي الأمر من الفوق خلاص عينا الرجل الفلاني واليا ربما رجل غير مستعد ما يقدر عنده ظروف خاصة كان يستشير أولا الذي يحب أن يجعله والي يستشيره وبعد ذلك كذلك يستشير المستشاريه أنا أحب أن أجعل الرجل الفلاني واليا ما رأيكم في هذا الأمر تقبلون توافقوا ما توافقوا يعني إذا كان يقوم بالأمرين يسأل الذي يحب أن يجعله والي ويستشير المستشارين ما رأيكم في الرجل الفلاني بهذا الشكل ربما نستطيع أن نقول كان
يأخذ القرار ويختار الرجل المناسب لأن يكون محافظا. داوي أبو بكر الصديق شد كر أم يجوارا بيجن أبيك بخاستا بكرة والي عولي بيرا خبر داد فلان كسات خوازم تبكم والي تدبي چه قبول كي ناكي نخوشين كاتهيتنا عذرك تهيتنا شرط تهيتنا جوان برسكر نه كما فرمان اكي در خست ولا حسن كره فلان كس واليه بلكي نكارب بلكي جنا من اخواز از ببم والي مثال بلكي ديا من اخوشه بلكي بابه من تشتكات سريوي از نكارب بلكي راست از فر جامعك مازن ما بلكي حاله متنا اجمال اخدركم بلكي از فقيرك ما نكارم تشتكي بكم بلكي نهاري من هنلجيك يعني نورماله جوان سوال كن استبكم تتكاري انا وبشتي ويجي جي انسان دورا وان سوال كدغو استخوازن فلان کس بکم والی مود بیشن چه ویج مرا بیشن من پیرا خبر دایه تمام شرطی ویل گورا دل من کاومد بیچک و گو نه از ناکم ها وی تشتی هانت کر به شکلی هانه ان ظلام باش تکر خلیفه یا تکر والی جبون فتنه کم به و ان ظلام مناسب دجيه مناسب دا وی تشتی هانت کر. طبعا شيء آخر كذلك قالوا ماذا نسميه رئيس الجمهورية ماذا نسميه في الأخير قالوا نسميه خليفة رسول الله الذي يخلف رسول الله في إدارة الدولة لذلك أطلقوا على سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا عمر قالوا أمير المؤمنين فهكذا رأوا له اسما جديدا إلى هذا الوقت لم يكن هناك اسم قال نسميه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. داوي ناوكي جراديتن يعني رئيس مازنه دولته ما اجمرا بيجن چه از پاشام پادشاهم از چمه ناوکیش مرا بیجن یاری صحابیه کو ام اشترا بتشکی بیجن يعني وقتی مبترا خبر داد چه ناو بیجن ابو بکر گرم ناوکیل تدینن گولا مشترا بیجن خلیفه پیغمبر لورا خلیفه اوی پیغمبر چو او کتیجی پیغمبر جرا گوتن خلیفه پیغمبر او ناوی هانی هات حتی که ابو بکر صدیق جو وفات کرد ناوی خلیفه پیغمبر بود گوتن خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم پشتی وقتی حضرت عمر دا گوت تمام ام جرا بیجن مزنه بسلمانه گو درجت به ام بیجن جیگره پیغمبر والی و حاصل درجت به لی ابو بکر جرا ناو کی دیتن گوت خلیفه پیغمبری پیرا خبردان ند گوت نه ابو بکر تدبی چه وک آن نه احترام هبو قيمتك دانه که اوناوی دان گوتنت خلیفه پیغمبر یا خلیفه رسول الله بكلمانه احترام معناه و هیبته. رب العالمین زانبون اکی باش بکن نصیب ما ان شاء الله مشفاعت پیغمبر محروم نکه سلامتیا دین و دنیا بکن نصیب ما ان شاء الله الى ان نلتقي في الجمعه القادمه ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. کی جو ویدیو دگرت کارم بگرن